في قصص كده لما بنسمعها تحس انها مش مجرد خبر عادي او حكاية وخلاص. لا، ده حاجة توجع القلب وتسأل نفسك 100 مرة ازاي ده ممكن يحصل. واحدة من القصص دي اللي حصلت في قرية اسمها الميمون في بني سويف. قصة توجع كل قلب، تخليك تفكر 1000 مرة في كلمة شك. في ليلة في شهر نوفمبر 2022 استقبلت المستشفى بنت صغيرة يا دوب عندها 16 سنة، اسمها فاطمة. فاطمة جاية والدم مغرقها والإصابات فيها خطيرة وفي كل مكان. أول ما وصلت دخلت في غيبوبة وماتت بعدها بلحظات. مش فاطمة بس، لأ، ده كان في بنتين كمان من نفس العيلة. واحدة منهم وقعت من الدور الرابع بين الحياة والموت، والتانية فيها جروح في ايدها وفي جسمها، والمشهد كان مرعب. محدش فاهم ايه اللي بيحصل. لما بدأت التحقيقات الصدمة كانت أكبر من أي حاجة يتخيلها العقل. اللي عمل كل ده واللي خلى فاطمة تموت بالطريقة دي ورمى أختها من الدور الرابع وضرب التالتة كان أخوهم الكبير اللي المفروض يكون سند وحماية اتحول لوحش في لحظة. مسك سكينة وهجم عليهم في البيت وبدأ يتخانق معاهم ويضرب فيهم بسبب شك ملوش أي أساس من الصحة. لكن الشك ده كان كفيل إنه يخليه يفقد أعصابه ويضرب من غير رحمة. فاطمة كانت أكتر واحدة خدت طعنات وروحها طلعت بعدها بلحظات. أختها التانية من الخوف والرعب حاولت تهرب منه، جريت على الشباك. متخيلين؟ جريت على الشباك عشان تهرب منه، وقعت من الشباك من الدور الرابع وربنا العالم بحالها دلوقتي. والتالتة اللي حاولت توقفه وتمنعه اتضربت هي كمان. وابوهم الحاج رضا طلع يجري في الشارع وهو بيصرخ الحقونا ابني قتل اخته. الناس اتلمت مصدومة ومذهولة وبلغوا الشرطة وصلت وقبضوا على اخوهم في ساعتها. النيابة وجهت له تهمة القتل العمد وطلبوا تقرير الطب الشرعي وتشريح الجثة. الكارثة هنا مش بس في الجريمة، الكارثة الحقيقية إن كل ده حصل بسبب شك ملوش دليل، شك ملوش سبب، مجرد أوهام في دماغ أخوها خلته يتحول من سند وحماية لقاتل لأخته. لكن الشك لما بيتمكن من القلب والعقل بيخرب كل حاجة حلوة، بيحول الإنسان من أخ لعدو ومن محب القاتل. احنا مش بنحكي جريمة وبس، احنا بنفتح عين كل واحد بيستهون بكلمة، بنظرة، بشبهة ممكن تتزرع في دماغك. الشك يا جماعة لما بيبقى من غير عقل بيتحول لجريمة بشعة، ممكن يخلي الأخ يدفن أخته بإيده. دي حقيقة مرة لازم نتعلم منها. اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.